مدار 10 سنين عدى عليا مئات وآلاف المواقف في الاستثمار العقاري، ما بين حاجات بنعملها مع عملائنا وما بين حاجات وتجارب بنجربها بنفسينا. وانا عارف كويس احساسك وانت مش عارف تبدأ منين او ازاي تاخد اول خطوة ليك في استثمارك العقاري. احساسك وانت متحمس وانت خايف في نفس الوقت، لان تقريبا ده اللي بيمر بيه اي حد بياخد الخطوة دي. انا هنا علشان اديلك خلاصة اللي انا شفته وعِشته بنفسي وتجارب حية مع عملائنا، وهاقول لك نصايح لو فهمتها وعملت بيها هتبقى مستثمر غير عادي. وأول نصيحة هي ما تبدأش وأنت متردد أو وأنت تايه، لأن أكبر خسارة مش إن أنت تخسر فلوس، لكن إن أنت تمشي ورا ناس تانية أخدت الخطوة فبتشتري لمجرد إن هم اشتروا وبس، أو بتشتري وأنت ما عندكش وجهة نظر مضبوطة ناحية اللي أنت بتشتريه. فقبل ما تسأل نفسك أنا هاشتري إيه، اسأل نفسك أنا باشتري ليه؟ لأن تقريبًا لو جاوبت على السؤال ده هتتجنب بنسبة 60% إن أنت تخسر أول صفقة ليك. والنصيحة اللي بعد كده هي إن أنت تختار السوق المناسب، لأن في مجال العقارات في مصر إحنا مش سوق واحد، السوق بتاعنا مش كيان واحد. كل منطقة وكل نوع عقار وكل شريحة من العملا ليها العقارات اللي تناسبها. في اللي بينجح في الاستثمار التجاري والإداري، وفي اللي بينجح في إيجار الوحدات السكنية، وفي اللي بينجح في الوحدات الفندقية، وفي اللي بيفكر في الاستثمار في المدن الساحلية على البحر زي العين السخنة والساحل الشمالي، وفي اللي بيخسر لأنه مش عارف هو بيشتري إيه وبيشتري ليه وفاكر إن العقارات كلها واحد. فأنا عايزك تفهم قواعد السوق وما تفترضش اللي نجح مع غيرك لازم ينجح معاك. والنصيحة اللي بعد كده هي ابدأ صغير ولكن ابدأ صح. كتير بيكون فاكر ان انا علشان ابدأ استثمار عقاري لازم اشتري العقارات الغالية على طول، ولكن انا بقولك ابدأ بصفقة صغيرة تتعلم فيها وتكتسب فيها الخبرة، وبعد كده ادخل على اللي بعد كده. بس قبل ما تبدأ لازم تفهم صح، افهم التفاصيل وخصوصا التفاصيل الصغيرة، افهم شروط التعاقد، افهم امكانياتك صح، افهم الصفقة بشكل مظبوط. بحكم تجاربنا مع عملاء كتير قبل كده، اللي بيبدأ صغير ولكن بيبدأ بخطة وعارف هو رايح فين بينجح وبيكسب أكتر من اللي بيبدأ كبير ولكن بيبدأ بعشوائية ومش عارف هو بدأ ليه. والنصيحة اللي بعد كده هو إنك تسأل وتراجع الكلام وتناقشه وما تستعجلش. والتجارب بتقول إن اللي بيستعجل في الغالب بيخسر، لأن اللي بيقولك الحق الفرصة هتروح في الغالب ده أول حد مش هيرد عليك لو كان قرارك غلط. فأنا عايزك قبل أي صفقة اسأل أكتر من مستشار عقاري وتراجع العقود مع محامي وتقارن السعر بالعقارات المشابهة، لأن العقار مش بدلة هتشتريها لو طلعت مقاسها مش مظبوط عليك. العقار قرار لو ما أخدتوش مظبوط في البداية ممكن تخسر كتير في المستقبل. والنصيحة اللي بعد كده هي إن الخريطة دايما أهم من البوصلة. الموقع بتاع العقار أهم بكتير من العقار نفسه، لأن موقع العقار هو اللي هيحدد في المستقبل الزيادة اللي بتحصل فيه، وكمان قوة الطلب عليه ونوع الإيجار للوحدة بتاعتك وطبيعة السكان اللي هتكون حواليك. فأنا عايزك تدرس الخريطة كويس جدا قبل ما تشتري، وتشوف المشاريع الجديدة المطروحة في نفس المنطقة وتتابع خطة الدولة ليها، لأن خريطة المنطقة اللي انت بتشتري فيها في الغالب بتتكلم ولكن اللي بيسمعها قليل جدا. والنصيحة اللي بعد كده هي ان كل عقار ليه الزمن والمكان بتاعه، لان في وقت تشتري فيه شقة وفي وقت تشتري فيه محل، وفي اوقات العقار الاداري فيه مكسب اكبر، وفي اوقات العقار الفندقي هو اللي فيه مكسب اكبر. فتوقيت الدخول هو مفتاح النجاح في الاستثمار العقاري. فوانت بتستثمر في العقارات تابع الجديد وشوف حركة السوق رايحة فين، وخليك مرن ناحية اللي بيحصل حواليك وما تعتمدش في استثمارك على استراتيجية واحدة. وده هيودينا للنصيحة اللي بعد كده، وهي ان الداتا والمعلومات كنز كبير، ما تبدأش استثمارك من غيره، لان في عصر المعلومات اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي بيشتغل وبيتحرك بعشوائية في الغالب بيكون خسران. وانا عايزك قبل كل قرار تكون عارف شوية معلومات تساعدك ان انت تاخد القرار المظبوط، زي سعر المتر في متوسط موجود في المنطقة سعره كام، واخر عمليات البيع اللي حصلت في المنطقة
حصلت بسعر شكله عامل ازاي، والايجارات اللي متوقعه في المنطقه، ونوع الطلب اللي بيحصل عليها، وحجم الطلب على نوع العقار اللي انت بتشتريه. البيانات دي بتساعدك تاخد قرارك بشكل مظبوط، وتقدر تاخد الداتا دي والمعلومات دي من مواقع اللي بيتعرض عليها العقارات، او من مكاتب شركات التسويق، او من عملاء تانيين، او من مستشارين عقاريين يكونوا بالنسبه لك ثقه. انا عايزك ما تشتريش وانت حاسس، اشتري وانت عارف انت داخل على ايه كويس. والنصيحه اللي بعد كده هي ان الاداره جزء مهم جدا في الاستثمار. والحقيقه ان مش كل حد اشترى عقار كسب منه، ولكن اداره العقار دي هي اللي بتحدد اذا كنت هتكسب ولا لا. وفي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي معظم المشاريع بقى ليها شركات إدارة وتشغيل خاصة بيها. فوانت بتختار العقار بتاعك مش بس تدور على المطور، دور على شركة الإدارة اللي هتنمي وتكبر من قيمة استثمارك في المستقبل. والنصيحة اللي بعد كده أنا بعتبرها من أهم النصايح في الاستثمار العقاري، وهي ما تحبش العقار، حب العائد. لان كتير بقابل مستثمرين بيبقى عندهم عقار بسعر معين بيجيب لهم عائد اقل بكتير من اللي يقدر يحققه في السوق، ولكن حبه للعقار ما بيخليهوش يتخلى عنه ويروح لعقار تاني وصفقة تانية ممكن يبقى فيها مكسب اكبر. وانا عايزك هنا تكون دايما بتستثمر بعقلك مش بقلبك، واسأل نفسك دايما ايه العائد وايه الجدوى وايه المخرج. لان لو العقار مش بيحقق اهدافك اللي انت اشتريتها عشانه، يبقى مش ده العقار المناسب. في الغالب ده بيبقى تعلق عاطفي. قابلت ناس كتير قوي عندها النوع ده من التعلق. حاول وانت بتستثمر تتخلص منه. والنصيحة اللي بعد كده ان مش كل العقار ثابت، لانك في الغالب بتسمع ان العقارات ما بتخسرش، ولكن الحقيقة انك اما بتشتري غلط ممكن تخسر اكبر بكتير مما كنت متخيل. لان العقارات مش حصانة مطلقة، انت ممكن تشتري في مشروع ما يكملش. العقارات من اقوى ادوات بناء الثروة والاستثمار، ولكن ده اما تفهمها صح. والنصيحة اللي بعد كده هي التعلم المستمر، ان انت دايما تتعلم عن السوق اللي انت بتستثمر فيه. وده لان السوق بيتغير، والفرص بتتغير، والقوانين بتتغير، وكل حاجة حواليك بتتغير، واللي واقف مكانه في الغالب بيخسر خسارة كبيرة. فانا عايزك تقرأ عن السوق وتستثمر وقتك في ان انت تعرف اكتر عن معلومات عن اللي انت بتدفع فيه فلوس، علشان كل معلومة جديدة هتضاف لك كل ما كان نسبة ان انت تخسر في المستقبل مش موجودة. وفي نهاية الجزء ده عايز اقولك ان كل نصيحة من دول كلفت حد تجربة قبل كده خسر منها او كسب فيها. فانا عايزك تتعلم من اخطاء الناس وتعرف النصايح والطرق اللي بتساعدك على ان انت تنمي وتكبر استثمارك. وانا هنا مش جاي اقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه، انا هنا علشان انور لك الطريق، وفي النهاية القرار قرارك. السوق العقاري مش مجرد مباني، السوق العقاري هو ساحة من القرارات والفرص والندم والامل. ولو كنت بدأت معايا الرحلة من اولها ووصلت لحد الجزء ده، فانا عايز اقولك ان انت اخترت تمشي طريق مش عادي وتسبق الناس بوعيك. وخلينا نكمل مع بعض واشوفك في الفايل الجاي. وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقولك كلمتين مهمين جدا. اولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب، سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة، بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله، ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لان هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع.
وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية، مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. وأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل إيه.